عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. تعالوا النهارده بقى نعمل مع بعض السابليه ونشوف هنعمله ازاي مع بعض النهارده طريقته، وكمان هنزينه مع بعض. حاجه كده بتبقى حلوه جدا وطعمها حلو قوي، وعلشان تبقى عارفين ان هو نوع من انواع البيتي فور. تعالوا نبدأ بقى ونشوف هنعمله ازاي مع بعض. معانا هنا كوبايتين من الزبدة، وعايزة اقول لكم ان انا هعمل ضعف المقدار اللي عملته معاكم العيد اللي فات. لو عايزين تعملوا نص المقدار تقدروا تعملوا كده، بس انا عملت ضعفه المرة دي. عملت معايا كوبايتين من الزبدة، عليهم كوبايتين من السكر البودر، ولازم طبعا السكر ننخله. وبعدين هبدأ اخلط السكر بالزبدة معايا لحد ما يختلطوا مع بعض، ونشغل المضرب علشان نوصل لقوام يكون كريمي زي ما احنا متعودين في كل حاجة بنعملها من حاجات العيد. هنبدأ ندخل السكر في الزبدة بالشكل ده، ونشغل المضرب كده بالتدريج واحدة واحدة لحد ما نوصل لقوام يكون كريمي. لو عايزة تعمليه بالسمنة ممكن تعمليه بالسمنة، مفيش مشكلة، بس هو بالزبدة بيبقى أحلى. بس لو عايزة تعمليه بالسمنة مفيش أي مشكلة، تعملي كوبايتين سمنة عليهم كوبايتين من السكر، وزي ما قلتلك ممكن تعملي نص المقدار، مفيش أي مشاكل. زي ما انت شايفة كده لازم ننزل كل اللي على جنب علشان يدخل معانا برضو في الخليط بتاعنا، ونتأكد ان من على جنب ومن تحت كله دخل معانا في الخليط. هنضرب ضربة كمان وبعدين نزود المكون التالت معانا. زي ما انت شايفة كده بعد ما وصلنا للقوام الكريمي هنزل معايا بالبيض بالتدريج، هنزل ببيضة ولما تختفي هنزل بالبيضة التانية. يبقى حطيت معايا 2 من البيض، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، ونضربهم لحد ما البيض يختفي. وننزل كمان اللي على جنب علشان يدخل معانا برضو في الخليط، ونضرب ضربة كمان، وكده نكون وصلنا للقوام اللي احنا محتاجينه في الزبدة بالسكر بالبيض. وفي المرحلة دي بقى هيكون دور المضرب معانا انتهى. على فكرة لو مش متوفر مضرب او عجان او كده ممكن تشتغلي بايديكي، مفيش مشكلة، بس بياخد منك مجهود شوية وانتي بتقلبيهم علشان السكر يدوب وتوصلي للقوام ده. هننزل معانا بالدقيق بالتدريج واحدة واحدة كده. هنحتاج 4 كوبايات من الدقيق، بس مش هنزل بيهم كلهم، هحط 3 كوبايات، والكوباية الرابعة هنزل بيها بالتدريج لحد ما نلم العجينة ونشوف شكلها عامل ازاي. شايفين دي الكوباية الرابعة، حطيت ربعها، وهزود معاكم بالتدريج رشة من الملح كده، وتبدأي تخلطي بالراحة جدا من تحت لفوق زي ما انت شايفة كده. بنلف العجينة في الطبق، مش بنعجنها خالص، احنا مجرد بنلفها بالشكل ده. ما ينفعش تعجني اطلاقا علشان ما يعضمش معاكي. شايفة هنا هزود باقي الدقيق معايا، هزود برضو حبة من الدقيق، وهرجع اخلطهم وهحتاج تاني فهزود باقي الكوباية. يبقى كل الدقيق اللي استخدمته 4 كوبايات من الدقيق. يبقى المقادير بتاعتنا تاني: كوبايتين من الزبدة، حطيت عليهم كوبايتين من السكر البودر، دخلتهم، حطيت بعد ما ضربتهم وبقى القوام كريمي، حطيت عليهم 2 من البيضة، عليهم 2 بيض يعني، عليهم معلقة صغيرة من الفانيليا، وضربتهم تاني، وبعدين حطيت الدقيق، 4 كوبايات من الدقيق، وممكن يكون ياخد اكتر او اقل على حسب نوع الدقيق بتاعك. بيبقى القوام بيلزق كده على خفيف زي ما انت شايفة. ده القوام اللي احنا محتاجينه. بصوا تعالوا بقى هغسل ايديا ونشوف القوام تاني وايديك نضيفة يبقى عامل ازاي. شايفة طرية جدا، بتلزق على خفيف قوي، لكن بعد ما بتغسلي ايديكي مش بتلزق ولا اي حاجة. شايفة عاملة ازاي؟ حلوة جدا. هنا بقى حطيت العجينة بتاعتي، قسمتها نصين وحطيتها في اكياس التلاجة زي ما انا شايفة كده. ممكن تفرديها ما بين ورقتين من ورق الزبدة، ممكن في اكياس تلاجة، اي حاجة تقدري تستخدميها مفيش اي مشاكل، المتاح عندك اشتغلي بيه. انا حطيتهم على مرتين كده او على كيسين، قسمتهم بالنص وحطيتهم في اكياس التلاجة، وهفردهم كده جوه الاكياس بالشكل اللي انت شايفاه ده. هفردهم وهملأ الكيس كده. عايزين السمك بتاعهم يكون 1 سنتي، يعني ما يكونش عالي قوي وفي نفس الوقت ما يكونش رفيع قوي.
بعد ما هنفردهم بالشكل ده كده ونسويها كلها جوه الكيس، هدخلهم التلاجة من نص ساعة لساعة لحد ما يجمدوا شوية علشان نقدر نشكل ونشتغل فيهم بعد كده بسهولة، مش تفضل العجينة تلزق معانا. شايفة كده تمام، قفلتهم وقفلت الكيس، ودول كده الكيسين بتوعنا. هدخلهم بقى التلاجة، وده شكله بعد ما خرج من التلاجة. شايفين مسك نفسه كده وجمد شوية. هنفتح بقى الكيس وهقصه كده. الكيس مش هستخدمه تاني، فانتي بتهوي الكيس كده بالراحة وبعدين بتقصي على طول الكيس. ولو في ورق زبدة هترفعي ورقة الزبدة وتبقى جاهزة معاكي. هنفتحها من الناحيتين بالشكل ده. وهنا بقى هنبدأ نجيب الأشكال اللي حابين نشتغل بيها. اي اشكال متاحة عندك اشتغلي بيها، مفيش مشكلة. ولو مفيش حاجة متاحة عندك ممكن باي غطا كده، يكون غطا برطمان او حاجة. ممكن تعملي بيه على فكرة دواير كده، مفيش اي مشكلة يعني. اي شكل متاح تقدري تشتغلي بيه. بصوا انا هشتغل بالاشكال دي. هعمل مدور كده، المدور الزجزاج ده زي ما انت شايفة شكله. وهكمل بباقي الاشكال. كل ما هعمل بشكل هوريهولكوا علشان تشوفوا الرسمة بتاعته عاملة ازاي. هنا بقى الرسمة بتاعت القلب، شكل القلب شايفين. برضو احنا دخلناها التلاجة، بس برضو نتعامل معاها بحرص، يعني نتعامل بالراحة كده علشان مفيش حاجة تبوظ مننا. شوفوا دي رسمة النجمة. الرسمة دي بقى مش عارفة اسمها ايه، بس عجبتني فحبيت اشتغل بيها برضو. يعني اعملي اي اشكال متاحة عندك في البيت، مفيش اي مشاكل خالص. دي الرسمة الأخيرة اللي هشتغل بيها. وده الكيس الأولاني اللي عملناه. هنبدأ بقى نرفع كل الزيادات دي بالراحة، وتطلعي الرسومات بتاعتك بالراحة من وسط العجينة. يعني بتبدأي تشيلي كده بالراحة الزيادات، وبترفعي البسكوت بتاعك من وسط العجينة بس بالراحة. يعني اتعاملي مع كل حاجة بالراحة كده وبشويش. هترفعيهم بالشكل ده، شايفين شكلها. هنا بقى بتحطيهم على صينية. الصينية فاضية، مش مدهونة ولا زبدة ولا سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. الصواني بتاعتك تكون نظيفة وفاضية. شايفين السمك عامل ازاي؟ هو مجرد 1 سنتي بس، مش بنعملها عالية قوي. هو 1 سنتي بس كده. هطلع الكمية بتاعتي كلها بالشكل اللي انت شايفاه ده كده بمنتهى البساطة والسهولة. وباقي العجينة اللي بتزيد دي، اللي هي اللي زايدة معانا، هنكورها ونبدأ نشكلها من تاني. وفردتها جوه الكيس بنفس الشكل ده، نفس الكيس اللي فتحناه بلفها جواها وبدخلها التلاجة برضو نص ساعة على ما نخلص دول تكون هي جمدت نطلعها نشكلها. بصوا ده الكيس التاني، عملت نفس الاشكال بنفس العدد بالظبط. وجبت البلبلة دي بتاعة الكيس الحلواني علشان اعمل الدايرة اللي بتكون في النص. يبقى احنا كده بنعمل الكمية بتاعتنا نصها اشكال كاملة، والنص التاني نفس العدد بس هنعمل فيها دايرة من النص، فتحة كده من النص. بصوا هوريكم انا بعملها ازاي. بتاخديها كده من النص، بتعملي الفتحة وبالسكينة بتلفيها كده، بتطلعي العجينة من جواها. برضو بنلم كل العجينة الزيادة ونعجنها ونعملها تاني، وهنكمل اشكال بنفس الشكل. شايفين انا بوريكم اهو الصاجين، ده الكامل وده اللي فيه دايرة مفتوحة من النص. بتدخليه الفرن بتاعك يكون مسخن مسبقا على درجة حرارة 290 لو انتي في امريكا، ودرجة حرارة 160 لو انتي في مصر. زي ما انت شايفة كده شكله ولونه بعد ما خرج من الفرن. وبعد ما بيبرد خالص بنبدأ بقى نلزقه مع بعض ونزينه. زي ما انت شايفة كده انا ببدأ احط كل 2 فوق بعض، واحدة كاملة وعليها واحدة مفتوحة كده من فوق. وهنا هحط الوش بتاعي من فوق شوكولاتة سايحة. الشوكولاتة بتاعتي بدخلها الميكروويف لمدة دقيقة، بتطلع بقلبها وبتبقى سايحة زي ما انت شايفة كده. شايفة بحطها كده من فوق، بتهزيها كده بالراحة، بتنزل اي زيادات من الشوكولاتة.
ممكن تعملي الكميه بتاعتك كلها شوكولاته كده من فوق، وممكن تعملي شويه فيها من شوكولاته وشويه لا، براحتك يعني. هنا بقى بجيب شوكولاته سايحه بحطها في القمع كده او في الكيس من اكياس التلاجة زي ما انت شايفه كده، وبعمل بيهم كده من النص، وبحط الجزء التاني من فوق كده، بتلزق معاكي بكل سهوله وبتعملي كميه كبيره في وقت قليل. شايفه بكل بساطه. على فكرة ممكن الشوكولاتة بتاعتك تسيحيها على حمام بخار، يعني براحتك خالص. انا الكمية بتاعتي كانت كمية قد دي مرة كمان، فانا هعملهم كلهم وارجع لكم بقى. هنا بقى بعد ما خلصتهم معايا هنا شوكولاتة بيضة سايحة. بصوا ممكن تعملي نصها كده زي ما انت شايفة، نص البسكوتة كده بالشكل ده، بتنزليها كده الطرف بتاعها بتاخد لون ابيض. يعني ممكن تعملي اي شكل انت عايزاه او اي طريقة للتزيين انت حباها. كل الحاجات دي اختيارية وبراحتك، هي مجرد افكار بديهالك وانت تزيني براحتك خالص. بحط الشوكولاتة البيضة بتاعتي في الكيس بالشكل ده، وبعمل خطوط كده زي ما انت شايفة. شايفة بالخطوط كده شكلها بيبقى حلو قوي. هتخلصي كمية كبيرة في وقت قصير جدا. الطريقة دي سهلة جدا للتزيين. ده شكلهم بعد ما خلصوا. دي الكمية بتاعتي كلها زي ما انت شايفة كده، وهنا حطيتهم في الكوبايات الورق بتاعة الكب كيك. ده شكلهم كده للتقديم يعني. شكلهم حلو قوي. جربوا الطريقة دي وهتعجبكم، وعايزة اقول لكم الولاد بيفرحوا جدا بيها. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وتقولوا لي ايه رايكم في السابليه بتاعنا النهارده وجماله وحلاوته. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا، تعملوا سبسكرايب او اشتراك، وتفعلوا على زرار الجرس تدوسوا عليه علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بتنزل. اشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.